ولا قدر الله الجماعة ذوما إذا كان ماهمش باش يمشوا في الطريق اللي هما مسطرينه راهو باش يصير لنا مسار في الشقيقة الجزائر منذ سنوات. وهذا باين واضح من كلام رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي في اللقاء متاعو مع باقي الأنظمة الدينية اللي موجودة في تونس والتيارات الدينية المتشددة واللي خارجة على صف دين محمد صلى الله عليه وسلم. اسمعوه. الناس ما كانوش يتصوروا العلمانيين انه النهضة باش تاخذ السلطة. ظل الباجي يؤكد سنة كاملة أن الإسلاميين لن في أقصى الحالات ما يوصلوش 20%. 20% هذا ما قابل للسيطرة عليهم، إما تجيبهم تعطيهم وزارة ولا اثنين هامشية وإلا بعدهم وتعمل حكومة من غيرهم. أما المفاجأة الكبيرة كانت في النهضة رغم القانون الانتخابي الجائر اللي عملوه، ورغم ذلك فحصلت النهضة على القيمة اللي ما عادش ممكن إقصاء، بل هي أصبحت تتحكم تدير العملية. هذه ما كانش منتظرة من أحد لا في الغرب ولا في الشرق ولا في العلمانيين، أن النهضة تأخذ الحكم. والنهضة خرجت من تحت الردم في سنة واحدة لم يمت روحها، وكما قلت ريحة الدين الشعب يريد هذا الدين. الآن الفئات العلمانية في البلاد هذه صحيح اللي هي ما خذتش أغلبية، ولكن شوفوا الإعلام بيد من الآن؟ الإعلام بيدهم، والاقتصاد بيدهم، والإدارة التونسية نحن موجودين فوق، لكن الإدارة ما زالت حتى الآن بداية من العمل. وتشوف الآن التجمع راجع، وبيدهم الإعلام. الجيش مش مضمون، الجيش مش مضمون، والشرطة مش مضمونة بالضرورة. هو اللي عملوا هذوما البوليسية اللي عملوا أذن لهم علي العريض بهذا؟ لا، ما زالوا موجودين في السلسلة، كل ما زالت بيديهم. كل إخواننا لو ضاع ما يغركمش العدد، كونكم خرجتوا بلد و2000 و10,000 و20,000 ما يغركمش العدد. أركان الدولة مفاصل الدولة ما زالت بيدهم. ما زالت بيدهم. خذوا وقتكم حتى يتغيروا. الآن مش عندنا جامعة، الآن عندنا وزارة شؤون الدينية. والآن مش عندنا دكان، عندنا الدولة أعطانا رب السوق، ولكنكم قوم تستعجلون. الآن أنا نقول للشباب السلفي، أنتم البارح وكنا جميعا الطاحونة تدور علينا، لا المساجد بيدينا درس وما مشيتم. الآن من أراد منكم يعمل تلفزة يعمل تلفزة، واللي يعمل إذاعة يعمل إذاعة، واللي يحب يعمل مدرسة، واللي يحب يعمل جامعة، وتحبوا تعملوا مخيمات، وتحبوا تستدعوا الدعاة من كل مكان، وتعملوا مشاريع. لماذا أنتم مستعجلون؟ ليش ما تاخذوش وقتكم حتى تهضموا الأشياء اللي تحققت لكم هذه؟ هل تظنون بأنه ما تحقق لكم غير قابل للتراجع فيه؟ هكذا كنا نظن نحن في الجزائر 91 وقت اللي كنا في الجزائر وظهورنا سخونة بالجزائر، كنا نظن بأن الجزائر أقلعت ووصلت إلى نقطة لا عودة، وتبين أن ذلك كان تقديرا خاطئا، وعدنا إلى الوراء، وأصبحت المساجد تحت سيطرة العلمانيين من جديد والإسلاميون مطاردين. ألا يمكن أن يحصل في بلادنا هذا؟ هم انتخبوا ب80% وتم التراجع عن ذلك. من النخبة العلمانية في بلادنا أقوى منها في الجزائر، والإسلام الجزائري أقوى من الإسلام التونسي، ومع ذلك تم التراجع. العاقل هو إذا حصل على كسب يأمنه، يحطه في الجيب، يحطه في الخزان، يسكر عليه رأس المال، حتى بعد باش يزيد القدام يطمئن إلى أنه الشيء هذاك اللي كسبه أصبح مضمون.
نحن كسبنا يا اخواننا في سنة واحدة شيء عظيم، وهذا الشيء العظيم ما هوش مكسب نهائي، مش ثابت. شوف المؤامرات اللي قاعدة حولنا الآن، وكلهم قاعدين يتجمعوا، تجمع بعد تجمع، كلهم قاعدين يتجمعوا ضد شكون؟ ضد الإسلام؟ ضد الإسلام، ضدنا. فنحن عوض أن نقول أن نطمن الناس، نعطي خطاب تطمين، ما نخوفش الناس، ونقولوا الكسب اللي حصلنا عليه نأمنوه ونعظموه، معناها نزيد عليه. كم عندنا من جمعيات، المفروض نملوا البلاد بالجمعيات وننشئ المدارس في كل مكان، ولكن الناس ما زال جاهله بالاسلام. في آن واحد نحن انتقلنا من تحت الارض الى الحكم. اولادنا اللي يحكموا ما زالوا ما عرفوش الحكم، ما زالوا ما تعرفوش على كراسي، على محيطهم. الوزارات اللي موجودين فيها هو وزير فوق، لكن اللي تحته الكل ملغم، كل يحفظ. كم يحتاج الوقت هو باش يتعلم الساعة باش يحكم، وباش يأمن محيطه، باش يولي محيط يخدم معاه مش يتآمر عليه. ما زلناش اخواننا نتبع حماس الشباب، حماس الشباب جيد، ولكن ينبغي ان يحكم بلجام العقول. نحن بالمجد الان، هل هناك مصلحة حقيقية للإسلام في أن نضيف إلى نص الشريعة، النص الدستوري موجود، نضيف إليه التنصيص على الشريعة؟ هل هناك مصلحة لنأخذ هذه المعركة؟ الآن نحن نقول الشعب التونسي ظاهرا، والسياسة تحكم على الظاهر، سلم بالإسلام دينا للدولة. موضوع الشريعة ثم قسم من التوانسة، النخبة التونسية اللي كنا بيد هذه مفاصل القوة خارجة من الشريعة. نحن عندنا فرق ما بين الشريعة والإسلام ولا ما عندناش فرق؟ نحن ولسه مسمى آخر، لأن الشريعة بمعناها الحقيقي، الشريعة بمعناها الحقيقي عقيدة وشعائر وشرائع، ما يجي بالمعنى وحتى إخواننا اللي متحمسين لإضافة نص الشريعة نقول لهم يا إخواننا تحبوا تطبقوا الحدود؟ يقولوا لا نعني بهذا، ما زال. طيب ماذا تريدون؟ يحب النص، يحب النص. ليش؟ يقول لأن النص باش يقيد السلطة. النص السابق ما قيدش السلطة، وهذا نقول ما قيدهاش. هذا كله نظرة سطحية، نظرة ظاهرية، ما فيش عمق، ما فيش عمق. واحد متمسك بالنص، نص الشريعة، هذا الإسلامي الظاهري، والعلماني الظاهري كيف متمسك أنه هذا خايف من قابل الإسلام ورفض الشريعة. هذا مثل ما فعل سيدنا عمر لأنصار لبني تغلب، قالوا لا ندفع الزكاة، لا ندفع الجزية، لأن فيها حق من شأنهم. قال ماذا تريد؟ قال ندفع الزكاة. فضحك سيدنا عمر، قال ما هم تدفعوا، لأنه قبل المسمى ورفض الاسم. فالعلمانيون رفضوا، قبلوا الإسلام وما قبلوش، ما يقبلون الإسلام برك، لأن ربي قال إن الدين عند الله الإسلام ورضيت لكم الإسلام دينا. والحرص هذا على أنه يا أخي النص هذا لم يقيد سلوك الدولة في السابق، هذا نظر شكلي، لأن متى النصوص قيدت الدول؟ النص الرجال هم الذين يحركونه ويمشون به. توا بعد اللي وريتكم راشد الغنوشي يتكلم بالصوت والصورة، وسمعتوه الأفكار متاعه المستقبلية للشعب التونسي، وين يحب يوصل تونس، وين يحب يوصل التوانسة. وعرفتوا أنه في التخطيط متاعه للمستقبل أنه يحضر للسيطرة على الجيش، يحضر للسيطرة على الإدارة التونسية، يحضر للسيطرة على الأمن في تونس وعلى قوات الأمن الداخلي بصفة عامة. وفهمتوا أنه الكل تحضير مستقبلي خطوة خطوة. هذا البرنامج متاعه، هذا الهدف متاعه، وين يوصل حتى لين يسيطر على الحكومة بصفة عامة، كالشرطة والجيش والحرس والإدارة والولاية والمعتمدين والعمد والبلديات وكل شيء.
وين تصبح السلطة في يديهم هما، ويحلم أنه الانتخابات المستقبلية الجاية باش تكون النسبة المئوية متاع النهضة أكثر من 40 ولا 37% اللي تحصلوا عليها في الانتخابات في المجلس التأسيسي. هذا حلم، وظهر وبان بالكاشف من أقواله أنه يحضر الدولة إسلامية في تونس، وأنه متضامن ومتعاطف مع الأحزاب الدينية المتطرفة. أنا ما نسميهمش أحزاب إسلامية، أما أحزاب دينية متطرفة. هو متكاتل معاهم، متضامن معاهم، ويفسر لهم في الطريقة أن يلزم يمشوا بشوي بشوية وخطوة خطوة حتى اللي نسيطروا على الجيش ونسيطروا على الحكومة ونسيطروا على المؤسسات متاع الدولة الكل، وتصبح بين يدينا هاك الوقت نصبحوا قادرين باش نبدلوا ونغيروا ونعملوا اللي نحبوا عليه احنا. هذا الهدف نتاعو الرئيسي. هو الآن في الوقت الحالي احنا راجل غنوشي معتبر نفسه انه مرشد كمرشد الجمهورية في ايران، مرشد.